عليكم أصدقائي صديقاتي، شلونكم أخباركم؟ اليوم اجينا بالفيديو المنتظر اللي كل العائلة منتظرته. وحوري دائما ماما سوي الميز، ماما سوي الميز، رغم هي ما تعرف شنو. إن شاء الله يا رب رمضان كريم علينا وعليكم، يبلغنا وإياكم رمضان بكل خير وصحة وعافية وطمأنينة وراحة بال، آمين يا رب العالمين. هنا اليوم أني جيت وياكم أسوي لكم الركن الرمضاني أو الميز الرمضاني. باعوا بنات، أني عندي الهول مالتي هذا، فأني حابة أسوي الميز هنايا. راح أشيل هذه القنفة أسوي لها فد مكان ثاني، وأنا وياكم أكيد راح نسوي هذا الركن كله الرمضان إن شاء الله، لأن أني أحس هذا الركن يطلع أحلى وشون مكتر عن الإيد والرجل. وهسه تبقون وياي وأكيد راح تشوفون ركني الرمضاني، وأكيد قبل رمضان بأيام نسويه يكون أفضل وينطي طاقة وحيوية ويجيب رائحة رمضان قبل ما يوصلنا رمضان. هنا بنات جبت الميز وخليته هنا هذا اللي عندي اللاصق راح أسويه، أريده يكون لونه أبيض، راح ألزق هذا اللاصق عليه ونسويه أبيض. وهنا أكيد راح نخلي النشرة والترتيبات كلها وياكم، راح أسويها إن شاء الله. إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم وتستفادون من عنده. هسه هنا بنات بعد ما سويت الميز وباعوا شكله طلع كلش حلو بالابيض. اني اعشق اللون الابيض بالاثاث وكل السوالف. هنا عندي هذه النشرة راح ارتبها على البردة، وشوفوا شلون راح ارتبها واكيد اراويها لكم. يلا تعالوا نكمل. هنا بنات بدينا ندق النشرة، طبعا صوت الدق عذرا، والإضاءة مال الشباك ضاربة على التصوير. هنا بنات كملت النشرة بس ما أعلقها لكم إلى أن أكمل وياكم الميز. وهسه أكيد ترتيبة أنا وياكم راح نرتبه، وبالأخير أراويكم النظرة الأخيرة مال النشرة والميز كله. هنا بنات بدينا إن شاء الله نرتب وياكم الميز مالتنا. عندي هذه التمرية بقى قلت لكم صغيرة وعلى قد عائلتي، هي هذا كبرها. طبعا هي تاخذ كمية كل زينة، بس مو مال عائلة كبيرة، اكيد كل واحد ياخذ على قد عائلته. وهذا البلبل الجميل، هاي المبخرة مالتي هسه ارتبها وياكم. هاي البخورات اللي موجودة بيها ريحتهم تجنن. وهذا فد شي خرافي يجنن، شكله مثل ابالك شلون العلش المر هيجي، بس ريحته تجنن. وهنا عندنا هذه مال الفحم، هذا مسك ويا ريحته خرافية. طبعا استغليت الوضع اليوم حوري ما موجودة يمي طالعة، فبديت اشتغل على راحتي. سنخليهم هنا. طبعا انا جايبه الوان، اللي قلت لكم افضل من هذا يكون الفحم، فراح اخلي الالوان. انا جايبه الازرق والبنفسجي، خلي البنفسجي هسه. خلي اراويكم زين.
إن شاء الله يكون واضح عندكم التصوير. هذا الفحم يخبل ما يطفي بسرعة نفس ذاك العادي، كلش أحبه. ما يصير هيك شي، لازم خلي مكان للقبض. وهاي أول فقرة كملناها. أريدكم تشوفون صورة واضحة. اي خلي هيك أحسن تصوير. هذا مال البخور الطشر، بس كان ريحته تجنن ترسل البيت. هاي المبخرة خليتها، والتمرية، واني يعني شلون كل ما اروح للسوق القي شي اشتريه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا عندي الترمس. شكله أحسه جميل. هذا عندي يمكن من العام، ما أدري من أول العام، فهسه يعني كل رمضان أطلعه وأخليه على الميز. وأكيد أني شنو بعد قبل رمضان راح أجيبه وأضيف عليه، لأن اللي عندي واللي مشتريتهم هسه حبيت أسويهم. وأكيد الميز الرمضاني ما يخلق وما يكمل إذا مو بالقرآن الكريم. وهسه أكمل بالباقي، لأن أني الركن مو بس الميز أريد أكمل. أكيد أنتوا وياي وراح تشوفون. هنا بنات راح أعيشكم أجواء رمضان قبل رمضان. طبعا أنا أحب الشغلات البسيطة والهادئة، ما أحب أوفر الأمور، يعني هواية شغلات وهوسة وما أعرف شنو. هسه أصدقاء عندي هذا المكان يم الميز أريد أخلي بيه الفوانيس، وأنا هم يعني أشوف المكان اللي راح يعجبني. هسه أكمله وأرجع لكم. وهنا يا بنات كملت الركن الرمضاني وصار عندي بهالشكل هذا، والحمد لله والشكر على ما أكرمنا وأطعمنا. وهذا الميز مالتي إن شاء الله يا ربي بحق شهر رمضان الله يعمر بيوتكم ويزهيها وينورها بأريح رمضان الجميلة، وإحنا وإياكم. هنا أقول لكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله. رمضان كريم. The Bluetooth device is connected successfully.